السلام عليكم ورحمة الله. ال EGX 30 حاليا مشينا في موجات دفعة مفيش فيها أي مشكلة، بيطلع موجة بعد كده ينزل يصحح، فالوضع مستقر، الوضع مطمن. أي هبوط في الأسعار بالنسبة في كل الأسهم اللي هي عاملة موجات صاعدة، كل دي فرص للشراء. يعني هو حاليا بيرسم لينا موجات صاعدة، تمام، فكل ده مفيش فيه أي مشكلة، لسه في صعود تاني. فيعني الناس اللي هي فاكرة ان صعود خلص، لسه، وهيطلع فوق القمة دي وهيخترق القمة دي وبعد كده يبدأ يصحح لينا، تمام. هو حاليا لسه بيعمل الموجة رقم 3 من الموجة الرئيسية. يعني لو هنحسب ان دي مثلا موجة 1، تمام، لسه في أسهم، يعني حتى الأسهم مش كلها ماشية مع بعض، في أسهم هتصعد، في أسهم لسه ما بتصحح، أسهم لسه بتعمل يعني تصحيح، مش كله زي بعض. لكن المطمن إن السوق حاليا شراء. أي أسهم بتهبط، أي أسهم بتروح للدعوم بتاعتها أو حتى بتكسر الدعوم، احنا عارفين يعني أي سهم عشان يصعد بيرجع يكسر الدعم تاني يعني. فكل الأسهم حاليا شراء، مفيش أي مشكلة. كل دي EGX بيعملها لنا موجات صاعدة، يطلع موجة يخلصها 5 في 5، يروح ينزل ليها تصحيح. يعني هنبص كده اهو عشان نشوف ان دايما السعر بيحترم منطقة الفيبوناتشي، أهداف الفيبوناتشي اهو. دي أول واحدة راحت لنا عند 161، المتوقع التانية هتروح لنا هنا. الناس اللي فاهمة ان في تصحيح وانهيار جاي، أحب يعني أبشركم، مفيش الكلام ده خالص. كل دي تصحيحات بسيطة وجني أرباح عشان يخرج ناس ويدخل ناس تانية. لكن الميكر بيشتري، وصانع السوق حاليا بيشتري، وكل أغلب الأسهم لسه فيها صعود قوي لسه. كل ده لسه، كل هو ده ماشي معانا بالبطيء خالص، يطلع صعود ينزل يصحح، يطلع صعود ينزل يصحح. يعني ال EGX مش عايز يلفت الانتباه ان هو بيصعد، يعني بمعنى الأصح عايز الميكر يبقى كده مخوفك، اللي هو لا، انت لو اشتريت النهاردة يبقى بكرة في جني أرباح، بكرة هيحصل هبوط للسعر عليك. لا، مثلا لو اشتريت الحق هنحصل هبوط، الحق مش عارف كل ده كلام فاضي. ال EGX حاليا والمؤشر وال70 وال30 كلهم بيعملوا موجات صاعدة ويصححوها أول بأول، يعني بيضغط موجات مع بعض، فاهم؟ يعني يعمل لك موجة 1 وينزل يصححها، يعمل موجة 3 1 في 3 وينزل يصححها. بعد كده هتبص فجأة بعد ما الميكر خلاص بقى يشتري كل الأسهم اللي عايزها، وبعد ما يجمع في كل الأسهم اللي عايزها، هتبص بعد كده صعود عنيف مش هتلحق تشتري فيه أصلا. فحاليا السهم اللي معاك بيطلع يجني ربح شوية، لو عايز تزود في الكمية بعد ما يخلص جني أرباح ممكن تزود. يعني عايز تبقى مستثمر طويل الأجل، ما يهمكش بقى باللعب اللي بيحصل ده، صعود هبوط صعود هبوط مالكش دعوة بيه خالص. فالأسهم اللي هي لسه مجابتش القمم بتاعتها ومشينا كده في موجات صاعدة واضحة زي اللي أنا منزلها دي، فدي أسهم لسه هتروح للقمم بتاعتها. يعني لسه ما بقى، هي أصلا لسه ما بدأتش صعود، يعني كل ده بس ماشيين كده شوية شوية عشان الناس ما تاخدش بالها، وعشان صانع السوق يعرف يلم الأسهم بأرخص الأسعار. يعني كل ما يطلع ينزل شوية، يطلع لك مثلا الأسهم تطلع لك 5%، تاني يوم تلاقيها نزلت 2.5%، اليوم اللي ورا تنزل لك 1%. كل ده تجميع في السوق كله. فإن شاء الله لسه في صعود قوي قوي جدا كمان، لسه بدري، احنا كل ده لسه ما عملناش صعود. بس كده وشكرا.